لو عاوز أرسم حاجة ليها بُعد نفسي وليكن حد مثلًا حابس نفسه في قرارات أو في أفكار قديمة أو أفكار سلبية مكتّفاه، أول حاجة بارسم الشخص المتكتّف عادي جدًا، بارسم آدي الراس اللي هي بشكل دايرة، وآدي الجسم من فوق لتحت زي ما قُلنا قبل كده بنرسمه بطريقة بسيطة جدًا، اللي هو شكل مستطيل من فوق لتحت، آخري هنا الأرض أهو مثلًا، تمام؟ آجي في النُص وآخد خط للوسط. كده أنا قسّمت الجسم لجزء علوي وجزء سفلي، أو الجزء العلوي من الجسم اللي هو النُص اللي فوق والنُص اللي تحت. فالراجل متكتِّف أنا مش هاعمله بقى واقف مرحرح، يعني مش هاعمله بقى إيه، يعني مش هاعمل رجليه مفتوحين كده بعيد عن بعض، لأ هاخلّيه خط بس، يبقى الرجلين لازقين في بعض. وآدي قدم، وآدي القدم. قُلنا طبعًا الخط اللي هو الأرض اللي بارسمه تحت ده بيضبط لي الشخصية بتاعتي، بحيث إن هو يبقى واقف مضبوط، يبقى الرجلين قد بعض، ما يبقاش في رجل طايرة، ما يبقاش في رجل أطول من رجل وهكذا. وآدي واقف عادي جدًا، نازل طبعًا الدراع من عند الكتف. لغاية فين؟ لغاية بعد الوسط بشوية. وآدي كف الإيد. ده كده الشكل الخارجي للشخص اللي أنا هارسمه. طبعًا في بقى عندي علامة الزائد اللي بارسم فيها العينين والبُق والكلام ده، ولكن هنسيبها دلوقتي علشان تبقى مناسبة للفكرة اللي إحنا بنتكلم فيها. طيب أنا عاوز أعمل الشخص ده متكتِّف، حاسس إن هو عارف أنت أمّا واحد يبقى عنده حالة نفسية معيّنة أو أفكار سلبية مكتّفاه، يبقى متكتِّف، يبقى حاسس إن هو مش حُر، مش قادر يتحرّك، مش قادر يعمل حاجات كتير، بنبقى حاسين ده. أنا باتكلم يعني حالة نفسية باحاول إن أنا أعبّر عنها بشكل واقعي، أو بشكل يعني يبقى مرئي يعني. أنا عاوز أعمل إيه، هاكتّفه. يعني مثلًا إيه، هاتخيّل كده إيه التكتيفة بتاعته تبقى بالشكل ده كده، تمام، واحدة، واحدة ويا رب بس الفكرة توصل بشكل كويس يعني. بس وهو متكتِّف أنا هاحاول إيه، أخلّي أطراف الحبل أو أطراف السلاسل اللي هو متكتِّف بيها ما تبقاش مع أطراف الإيه، ال الجسم أو أطراف الشخص نفسه. يعني مثلًا قُل إن هي هنا كده مثلًا، هنضمّها شوية كده، وهاعمل إيه، هاتقِّل بقى على الشخصية، وهاقوم إيه، يعني نازلة إيه هاكسرها كده من عند اتجاه الحبل ده. بُص كده، بُص، كده. ليه؟ علشان أحسّسك إن التربيطة دي مكتّفاه، يعني إيه، محزّماه أوي. وصلت الفكرة؟ بُص حتى لو ما وصلتش أنا هاجتهد جدًا إن أنا أوصّلها بصراحة. آجي هنا وأخلّي إيه، وأعمل زاوية كده لجوّه، وهنا، وكده. يبقى الحتت اللي هي مش متربّطة آآ خارجة لبرّه كده. هو التانيات دي مش الجسم، الملابس بتاعته. من إحكام الربط عليه ضاغطة الملابس على جسمه. كده عندي دي كمان، كده، كده. وصلت؟ لإن لو كنت سِبتها كده خطوط والحدود بتاعتي ماشية انسيابية عادي جدًا من برّه، مش هاحسّسك بالإحساس بتاع التكتيفة، مش هاحسّسك بالإحساس بتاع المعاناة اللي الراجل ده فيها. ممكن بقى نعمل إيه، يا نسيب ده حبل كده ونتخّنه، يا إمّا نعمله سلاسل، يعني سلسلة، بس السلسلة هتحتاج إن إحنا نعمل حلقة يعني إيه الحلقة، تعالَ كده إيه نعمل شكل السلسلة بشكل بسيط. عندي سلسلة شكلها دي حلقة، والحلقة التانية مربوطة فيها، وهكذا الحلقة اللي بعدها. أنا مش عارف أنا دخلت في الراجل ليه، مش مشكلة، بس عايز أورّي لك يعني الفكرة. يعني كده بُص في حلقة كده، والحلقة التانية كده. هتفضل ماشي بقى إيه، طول الخط ده.
بس إحنا اختصارًا للوقت هنعملها إيه، حبل بس كده خطوط. وخط يبقى قاسي كده، عارف أنت يبقى إيه، خط قوي. طبعًا هي بتترسم أظبط من كده بكتير، بس إحنا بنحاول إن إحنا نوصّل الموضوع لإيه، للناس اللي أول مرّة ترسم معانا عشان ما يبقاش الموضوع فيه أي كلكعة أو أي صعوبة. طيب آجي بقى للملامح، عايزها تكون بتعبّر عن نفس الفكرة، هاعمل إيه، هاعمل الشخص ده بيتألم، يا إما بيتألم وعاضد على أسنانه كده، يا إما هاعمله بيتألم وكمان إلى جانب إن هو متكتّف، مش قادر يتكلم، مش قادر يعبّر عن الفكرة اللي مكتّفاه، مش قادر يعمل كده، فهاعمل إيه، أعمله مثلًا ملزوق حاجة على بُقّه، وبيحاول يصرخ مش عارف. أنا كفاية بس اللزقة دي كده هتبقى على بُقّه. وطبعًا يعني كلّنا عارفين نفس الحالة دي لمّا تحس إن أنت متكتّف ومش عارف تعمل إيه، وفي نفس الوقت أنت مش عارف مالك، أنت مش عارف ليه أنت متكتّف، مش عارف، مش قادر حتى تعبّر عن الفكرة اللي أنت حاسسها. ممكن بقى إيه، نعمل شوية تأثيرات كده بحيث إن إحنا نبيّن شدّة الحبل ده عليه. بس أنا مش عايز أزوّد عن كده علشان الموضوع ما يوسعش مننا أكتر من كده، ويا رب بس تكون الفكرة واصلة بشكل واضح يعني.